أكيد كل بيت مصري بيعاني من الأزمة الاقتصادية بصرف النظر عن مستواه الاجتماعي إيه. ولكن لو ما خدتش موقف حاد مع نفسك وواقفة كده ازاي ممكن تغير الوقت اللي جاي ده وما تبقاش ماضيك زي مستقبلك، ففعلا الوقت اللي جاي هيبقى من أصعب ما يكون، لأن المرتب هو والحاجة بتتضرب في 5 بشكل جنوني. لكن الخبر السار ان زي ما في ازمه، ربنا مجهز لنا احسن حاجه، لان ده افضل وقت نكسب فيه بالدولار. يعني كأن ربنا كده مرتب يقفل لنا ابواب بتدي فلوس قليله علشان يفتح لنا ابواب على مصراعيها. فرق العمله ده يبقى احسن حاجه حصلت في حياتك. قبل كده ما كانش الموضوع يعني مغري او حلو زي دلوقتي، لكن انت متخيل انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن دخل جنيه ب50 جنيه. يعني انت لو كسبت 100 جنيه غير لما تكسب 100 دولار او 5000 جنيه. نفس المجهود ونفس الوقت، ولكن التوجه اختلف. طب ايه اللي حصل وليه ده احسن وقت نكسب بيه بالدولار؟ علشان حاجتين: اولا فرق العملة، ثانيا ظهور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يا جماعة فعلا غير المعادلة تماما. بيساعدنا في كل حاجة، في كل حاجة، حرفيا في كل حاجة. وكأنك انت يعني موظف تحت ايدك 10 15 شخص بيعملوا لك هم الشغل وبيظبطوا لك كل حاجة، وانت ما عليك انك تركب المكنة وتكسب بالدولار. خليك معايا لآخر المحاضرة دي علشان في مفاجآت للناس الجادة والناس الطموحة اللي فعلا عايزة تعمل نقلة حقيقية في حياتها وتكسب بالدولار. طيب، خلينا نرجع ورا شوية ونشوف جذر المشكلة. هو ليه معظم الناس ما بتعرفش تعمل فلوس؟ عمرك فكرت في السؤال ده؟ الإجابة ببساطة في أسباب كتيرة. وللأسف يعني احنا ما تعلمناش نعمل فلوس واحنا صغيرين، وثقافة التحويش وثقافة ان الواحد يبقى عنده دخل محترم مش بتبقى في اهتماماتنا واحنا صغيرين. للأسف كل بيت وكل أم بتبقى في دماغها ازاي تعلم ولادها أفضل تعليم علشان يحصلوا على وظيفة معينة عشان راتب معين، وهو ده الأمان. فكرة العمل الحر ما كانتش موجودة زمان، ولكن دلوقتي العمل الحر أفضل 1000 مرة من أي وظيفة تانية. بنشوف شباب عنده 16 و17 سنة بيدخل أرقام، أنا آسفة، اللي موظف قاعد شغال في الحكومة أو في الأعمال الخاصة 30 سنة مش بيدخلها أصلا. فهي دي يعني أهم مشكلة، أو هو ده السبب الرئيسي. في أسباب تانية. اول سبب عدم وضوح الرؤيه. ناس كتير تقعد معاها يقول لي انا نفسي افتح مشروع بس مش عارف ايه هو. طول ما الدنيا لسه ضبابيه انت مش هتقدر تتحرك، لازم يكون في كلاريتي انت عايز ايه بالظبط. طيب، دي الحاجه التانية، ناس كتير نفسها تفتح مشروع بس البيع والتسويق تقيل على قلبها. تقول لك اعمل اي حاجه لكن اسوق دي يعني بروسيس طويله ودمها تقيل. انا في الكورس ده او في المحاضرة دي جايبه لك الحل، ان في مواقع هي اللي هتعمل الشغل ده كله حضرتك، وهي اللي هتسوق لك، وهي اللي هتجيب لك ارباحك لحد عندك. هنعرف مع بعض لحد النهاية. في سبب تالت الناس ما بتعرفش تعمل فلوس: قلة المال. هو التصحيح مش في قلة المال، قلة إدارة المال، او ضعف في الاداره الذكيه للمال. يعني ايه؟ يعني كان عندي استشاره لواحد، واللي ما يعرفنيش انا بزنس كوتش وبقدم استشارات بقالي 10 سنين للستارت اب بزنس. فكان معايا كلاين بيقول لي: يا استاذه امال، انا نفسي اخد كورس هيعلمه حاجه في البيزنس بتاعه متخصصة أكتر في تقريبا كان مكن، يعني انا مش متذكره قوي البيزنس بتاعه، ولكن انا معيش فلوس وللاسف الكورس ده ب2000 جنيه وما. طب الكورس ده هيفرق معاك جدا وهيخليني اكسب 10 اضعاف اللي انا بكسبه،
قلت له طيب ماشي، فين المشكلة؟ قال لي معيش فلوس. ما هي المشكلة ان الواحد نفسه يتحرك بس معهوش فلوس. قلت له طيب حضرتك الموبايل اللي معاك ايه؟ قال لي ايفون، وبمنتهى الفخر، وجايبه بكام؟ ب50,000 ولا معرفش كام. قلت له يعني انت استخسرت في ان انت تستثمر في البيزنس بتاعك 2000 جنيه، وما استخسرتش تجيب موبايل ب50,000 ولا whatever كان رقمه كبير جدا؟ فما كانتش الصرف انك تكبر البيزنس بتاعك علشان هو ده اللي هيجيب لك الكاشات أولوية في حياتك. فللأسف انت مش ماشي في الاتجاه الصح. ناس كتير، معظم الناس مشكلتها ان عايزه الاشباع الفوري، عايزه تنبسط دلوقتي، عندهاش استعداد تحرم من شويه فلوس ممكن تخرج بيها خروجه تجيب لها حاجه علشان تستثمر وتشوف النتائج الاحلى والافضل بعدين. وهي دي كارثه الكوارث، الاشباع الفوري. وان معظم الناس اللي تلاقيهم معهوش فلوس مشكلتهم مش في قلة الفلوس على قد ما في إدارة الفلوس بشكل خاطئ وبيحطوها في أماكن غلط. وأهم حاجة الإصرار على النجاح هو الطريق للنجاح. لو حد مفهمك إن الطريق للنجاح سهل ومفروش بالورود، فللأسف دي أكذوبة كبرى. البيزنس الناجح فيه مطبات وفيه صعود وفيه هبوط. لازم تكون واخد الموضوع بتحدي وبإصرار على النجاح، ومستمتع بالتحديات اللي انت بتعديها، لان انت كل ما تعدي تحدي ده معناه ان مهاراتك بتكبر وصعودك بيبقى افضل، وده معناه ان دخلك هيوصل لمرحلة افضل. طيب ليه الكسب بالدولار هو الخيار الامثل لعمل مشروع دلوقتي؟ اوكي، احنا عرفنا ان احنا ما بنعرفش نعمل فلوس وقلنا ليه، وقلنا ان ده احسن وقت لازم نفكر ان احنا نحسن الدخل بتاعنا. طيب لو بصينا كده هنلاقي ان احنا ما ينفعش نفتح مشروع تقليدي دلوقتي. المشروع التقليدي ده يعني هتصرف فيه دم قلبك، ويا كسبت بالجنيه المصري يا ما كسبتش، لان بنشوف حالات كتيرة جدا بتقفل الوقت اللي فات، وشركات تقيلة. واكيد انت بتعدي كده وبتشوف ايه ده قفل ليه؟ قفل علشان الاسعار بقت تخض. ايه بقى الميزة في الكسب بالدولار؟ معظم المشاريع دي لا هتحتاج مكان، يعني ولا هتأجر ولا هتجيب بضاعة ولا هتلتزم بموظفين ومصاريف شهرية ويبقى انت شغال بس علشان تسدد فيهم ومفيش أرباح عندك. لا، هو مرونة في المكان وفي الوقت، ومش هتحتاج تصرف عليه. يعني انت كمان مش هتحتاج تلتزم كل يوم ب8 ساعات تشتغل، لا هما ساعتين بس كل يوم حرفيا هتبقى في حتة تانية خالص. فلا محتاج وقت ولا محتاج مكان، تقدري تشتغلي من النادي وانتي بتودي ولادك التمرين، تقدر تشتغل من الكافيه whatever. الدنيا لذيذة بشكل كبير جدا. طيب فرصة عالمية ان انت تقبض كأنك عايش بره في امريكا. زمان كان مستحيل، ده مستحيل، من غير النت كان مستحيل تدخل دخل دولاري، ومفيش نت، لازم تسافر ولازم تصرف قد كده علشان تشتغل بره، والفلوس اللي هتجيبها من شغلك بره هتصرفها على اللون والقروض. اللي عايش بره فاهم القصة دي كويس، ويتبقى لك فلوس يا ما تبقاش. لكن دلوقتي لا، كأنك عايش بره في اي دولة انت عايزها. كمان قيمة اعلى مقابل نفس المجهود. يعني ايه؟ يعني انت هتعمل مجهود في مشروع تقليدي هتكسب 1000 جنيه. طب هتعمل نفس المجهود ده ويمكن أقل في مشروع هيكسبك 1000 دولار. الفرق رهيب، فرق ال1000 جنيه من ال50,000 جنيه. يعني هي فرق العملة ده نعمة لناس ونقمة لناس. احنا عايزينه يبقى نعمة، لان احنا نستخدم المحنة عشان تبقى منحة. ودي فعلا احسن وقت. قبل كده كان فرق العملة مش هيديك الارقام دي ومش هيحسسك بالنقلات دي. اوكي. طيب طبعا زي ما احنا قلنا بدون رأس مال. معظم الحاجات واللي انا هعرفها لك في كورس افضل 11 طريقة للكسب بالدولار من غير رأس مال.
يعني من غير راس مال، يعني مش هتخسر حاجة. انت ما هتخسر ايه؟ مفيش فلوس دفعتها عشان تخسرها. وهنشوف ان في حاجات فعلا ماجيك سحر مستحيل كنت تسمع عنها قبل كده. اوكي طيب، ايه كمان؟ افضل طريقة للدخل السلبي زمان، علشان كنت تدخل فلوس وانت نايم لازم يكون عندك في البنك ما لا يقل عن 100,000 جنيه علشان يجيبولك ارباح، او يكون عندك عقار. دلوقتي لا، احنا في زمن النت والذكاء الاصطناعي، واللي للأسف الشديد محدش في الوطن العربي بيلقي الضوء على الكنز ده، الدخل السلبي. ان حاجة بتتعب فيها مرة واحدة، وفي مواقع هي بتقوم بدور التسويق، والسيستم كله متركب على انك تصحى الصبح تلاقي فيه فلوس داخلالك في حسابك بالدولار. من اسعد لحظات حياتي لما صحيت الصبح لقيت فيه نوتيفيكيشن بتقولي تم تحويل 70 دولار الى حسابك. واو واو، يعني انا كنت في يوم من الايام زيك ومش مصدقة، لكن قررت اني اشتغل بامكانياتي، ولاني لقيت ان انا فعلا مش هخسر حاجة. ايه اللي هخسره؟ مش هخسر حاجة، شوية مجهود. طب ما المجهود ده يعني كده كده بيتعمل يعني، بس اعمل حاجة وانا مبسوط واخد التجربة، ولا افضل بتحسر عليها 1000 مرة؟ لقيت اني فعلا احسن حاجة عملتها ان انا دخلت مجال الكسب بالدولار. طيب، آه للأسف الشديد زي ما احنا قلنا ما حدش في الوطن العربي بيتكلم على المجالات دي، وكمان قليلين بيتكلموا عنه. ولكن يعني في تحفظ، او مش بيقولوا لك كل حاجة. يعني ناس كتير بتتكلم على التداول والحاجات اللي فيها ريسك وفيها مخاطرة، فمن البداية كده انت بتخاف، وعندك حق ان انت تخاف ان هي مخاطرة كبيرة. لكن في معتقدات تانية خاطئة عن الكسب بالدولار. زي ايه؟ زي مثلا انه محتاج خبرة. انا عايزة اقولك فعلا الموضوع ده كان صح قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. بعد الذكاء الاصطناعي انت بتعمل احلى منتجات كأنه عندك خبرة 20 سنة في المجال، وبيساعدك في كل حاجة، حرفيا في كل حاجة، في اختيار المنتج، في التسويق للمنتج، في إظهار المنتج بشكل احترافي. ف يعني قبل كده كان مستحيل، لاني علشان تعمل مثلا ديجيتال برودكت او تطلع فيديو لازم تكون واخد كورسات قد كده. دلوقتي في منت تطلع احلى شغل من غير اي تكلفة. اوكي طيب، في حاجة تانية معتقد خاطئ عن الكسب بالدولار اللي هو نصب، وان هو كسب سريع. لا، الحقيقة الكلام ده مش عندنا خالص، لان احنا بنبيع منتجات زي اي منتج تاني. الموضوع ولا هقول لك نزل ابلكيشن، ولا هقول لك دوس كليك معرفش ايه، لان فعلا في حاجات تبقى غريبة كده الشكل والمنظر. لكن احنا ده بيزنس زي اي بيزنس، خاضع لقوانين البيزنس والقوانين التسويق، وليجل جدا، مفهوش اي جدال في اللي احنا بنقوله، ومتجرب، وناس كتير عملت ارباح. وهنشوف مع بعض ناس من العملاء بتوعنا عملوا ارباح خيالية هم نفسهم ما كانوش مصدقين. اوكي طيب، في ناس تانية تقولك هو حلو وكل حاجة بس معقد complicated. الحقيقة انت لما تعرف هو ايه اللي معقد فيه اصلا، يعني هما طرق كتيرة جدا. في حاجات معقدة، مفيش اي حاجة تقولك ابدأ بالمعقد، ما في حاجات تانية سهلة. طب ما نستفيد من السهل ده. يعني مثلا لو انت عايز تبدأ بالاي كوميرس والتجارة الالكترونية هقولك لا، لأنها حاجات هتحتاج فلوس، وهتحتاج مغامرة، وعايزة خبرة، وعايزة تكون شاطر في حاجات معينة. ولكن مش هي الكسب بالدولار مش تجارة إلكترونية ومش تداول ولا الكلام ده. الموضوع هتلاقيه واسع جدا جدا، وفي حاجات أبسط مما تتخيل وأسهل مما تتخيل، وممكن ابن أختك الصغير يعملها معاك. أوكي طيب، خلينا نقول كده عناوين كبيرة علشان نفهم الموضوع أكتر. في أنواع طرق للكسب بالدولار أونلاين، محاور كبيرة ومتفرع منها حاجات كتيرة.
فمثلا في منتجات او طريقة للكسب الدولار من بيع المنتجات الملموسة. ايه المنتجات الملموسة؟ الأجهزة المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، الفرنتشر، whatever، أي حاجة ينفع تمسكها بإيدك دي اسمها منتجات ملموسة. أوكي. طيب، في كمان الهاند ميد والهاند كرافت، كل دي حاجات منتجات ملموسة. بس في منتجات انت بتسوقها للغير وانت ما صنعتهاش، انت مجرد ان انت سوقتها ووصلتها للعميل الصح. فرق الحساب، يعني اخدت حاجات من علي بابا وبعتها على امازون، فرق العملة ده بيدخل في حسابك، فانت ما صنعتش حاجة، انت مجرد اخدت ستيب في النص، وفرق الحساب ده انت بينزل لحسابك. طيب، في حاجات تانية. وللخبر السار السعيد جدا على كل المصريين اللي لأول مرة في مصر في موقع عالمي يقبل مصر ان هي تعرض منتجاتها الهاند ميد عليها، وده طبعا اكسكلوزيف هنعرفه في الكورس. والموقع ده محدش خالص في الوطن العربي بيتكلم عنه، لان هما 3 دول بس مقبولين عليه من العرب، مصر والإمارات والمغرب الشقيقة. يمكن المغرب قديمة عننا في القصة دي. بس الجميل في الأمر إن الناس اللي بتدخل على الموقع ده عاشقة للهاند ميد. يعني انت لو انت بتشتغلي هاند ميد او انت بتشتغل هاند كرافت، ف ملهاش سوق قوي في الوطن العربي، لكن بره، وهنشوف مع بعض الارقام تخض، حرفيا تخض. وبيقدروا قوي 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 اليونيك سيلينج دي، يعني اللي هو المنتجات المميزة. فطبعا الموقع ده هشرحه لك بالتفصيل، وازاي تبيع عليه، وازاي تنافس، وازاي كلمة السر في اي حاجة بتبيعها اونلاين ازاي تطلع في الصفحة الاولى. الاسرار دي كلها تعرفها معايا في كورس افضل 11 طريقة للكسب بالدولار. طب الطريقة التانية او العنوان الكبير بقى للكسب من على النت بالدولار اونلاين، المنتجات الرقمية. وأنا أعشق هذا الجزء. ليه؟ لأنه بالذكاء الاصطناعي بيطلع إبهار إبهار. وقبل كده يستحيل كنت تطلع وهنشوف مع بعض الستودنت بتوعت يعني اللي حضروا معايا الكورس ده قبل كده طلعين عظمة. يعني تقدر تحط رجل على رجل وتنافس بقوة أحسن من أي حد تاني يكون خبرة 20 سنة في المجال. فالمنتجات الرقمية برضو في الوطن العربي ما عليهاش إقبال كتير. يعني مثلا مين هيدخل ينزل كولورينج بيج؟ لكن بره كل مكان فيه برينتر، ودي ثقافة عامة عندهم. فهنشوف برضو ازاي يعني الحاجات دي بتكسب، وتكسب حلو جدا انت لا تتخيل اصلا. هل بس الكولورينج بيج ده عالم واسع، مهما اقولك يعني مثلا ده مثلا بوك ماركس، حاجات بسيطة بس بتتباع بأرقام برضو بسيطة، بس بتجمع لك في الشهر أرقام محترمة، 300-400 دولار. انت يعني تعبت مرة واحدة وبتجني الأرباح مدى الحياة. وتعبت ازاي؟ لا، انت الحاج شات جي بي تي والمواقع التانية للذكاء الاصطناعي هي اللي تعبت، وانت بس أهم حاجة أنا بعلمها لك في الكورس ازاي تدي برومبت صح أو أوامر للذكاء الاصطناعي علشان يطلع لك اللي انت عايزه، يعني بيرفكت واحلى من اي حاجه تاني. هي كلمه السر فيه ازاي تعرف تستخدمه استخدام صح علشان هو بيفهم بالحرف قوي. اوكي. فازاي تعمل ده انا بعرفه لك في الكورس ستيب باي ستيب، وفي حاجات بننفذها خطوه بخطوه بالتفاصيل الممله، زي الاي بوك مثلا، زي البرنت اون ديماند. يعني القصة واخدة حقها تالت ومتلت في التفاصيل، يعني مش سايبين تفصيلة كده تعدي علينا. اوكي. طيب،
كمان ايه تاني بيكسب من على النت؟ المنتجات الخدمية اللي هي مواقع الفريلانس، زي مثلا فايفر، واللي عارف الحاجات دي، بتعرفي تكتبي محتوى، بتعرف تترجم، بتعرف آه، تعمل فيديو اديتنج، بتقدم على مواقع الفريلانس، ولما حد بيحتاج بيختارك، بس لازم تكون عامل حاجات معينة علشان العميل يختارك انت، ما يختارش المنافس. ودي برضو الأسرار اللي أنا بعرفها لك في كورس أفضل 11 طريقة للكسب بالدولار. تعالوا نشوف اكزامبل كده للهاند ميد بتباع بكام على الموقع اللي قلت لكم عليه فتح في مصر. ده منتج هاند ميد، يعني بيبي باني. اوكي، لطيف وظريف وحلو كده، ويمكن صغير قوي قد كف الايد. ده في مصر ممكن يتباع بكام؟ 300 جنيه، 500 جنيه. ده بيتباع ب42 دولار على الموقع اللي انا هقول لكم عليه في الكورس. وفي كمان 17 دولار ديليفري. اوكي، طب 42 دولار اضرب حضرتك في 50 وشوف ده بيتباع بكام. يعني ال20 دولار ب1000 جنيه، يعني 42 دولار، يعني تقريبا آم، حوالي 2000 وشوية. انت هتبيعه في مصر بكام؟ ب500 جنيه. يعني فرق رهيب، فرق رهيب. لو بعتلك 2 3 من ده على الموقع ده، يعني ما اقولكش انت ممكن تعمل كام في اخر الشهر. اوكي، ده عامل حضرتك 9000 و200 مبيع اهو تحت كده جنب النجوم، 9200 مبيع. آم، يعني عامل ثروة. طب تعال نشوف كمان. طب دي من احد نماذج التسويق للمنتجات الملموسة. طب تعال نشوف الديجيتال برودكت. عظمة، عظمة. ده كولرنج بيج، واحد عمل كولرنج بيج، طبعا ده بالذكاء الاصطناعي يطلع في ثواني. هو ب2 دولار و54 سنت. طبعا الموقع بياخد نسبة يعني حوالي 54 سنت، هنقول 2 دولار. تعالوا نشوف كده عمل كام مبيعة. وهو دخل 2023 وعمل 120 ألف مبيع. لو حضرتك احنا ضربنا ال120 ألف في 2 دولار اللي هو المكسب بتاعه، ده في سنتين حضرتكم. يعني يا سادة، الكلام ده بيحصل حقيقي، وهي نماذج حية. يعني عمل 12 مليون جنيه، 65 ألف. ايه المشروع اللي ينفع تعمله من مصر بزيرو ريسك وزيرو رأس مال ممكن يدخلك الأرقام دي؟ طب السؤال هنا، هل كل اللي بيرفع الكالرنج بيج دي بيكسب الكلام ده؟ الإجابة قطعا لا. ليه؟ لأن زي ما بقول لك، كلمة السر ازاي يظهر في الصفحات الأولى. وازاي يظهر في الصفحات الأولى دي ليها تكنيك وليها خبايا. طبعا هنعرفها واحدة واحدة في كورس أفضل 11 طريقة بالدولار. الخلاصة إن التسويق على النت مش صعب ومش معقد. في حاجات معقدة قلنا مفيش داعي نبدأ بيها، ولكن معظمها هما 3 خطوات: موقع للتصميم، موقع للتسويق، طرق لاستلام الأرباح. بالبساطة دي موقع للتصميم، وطبعا هنستخدم شات جي بي تي ومواقع اللي بتطلع الصور واللي بتطلع الفيديوهات واللي بتعمل ديزاينات وبتعمل ديجيتال برودكت. عظمة، عظمة. اوكي، ومواقع للتسويق. طبعا المواقع دي عالمية، كأنك بالظبط فاتح مول عالمي. في فرق كبير قوي جدا انك تفتح محل في شارع جانبي، وتفتح في سيتي ستارز او مول مصر. مول مصر بيدخله الوف مؤلفه، ناس جاهزه تدفع، ناس معاها فلوس بتدور على المنتج. انت بقى ما بالك بتفتح في مول عالمي؟ المواقع اللي انا بعرفها لك دي بيدخلها في الشهر من 1 ل3 مليون شخص شهريا. ناس معاها فلوس جاهزة تشتري، متعطشة لان هي تشتري. وكل دورك ان ازاي
تجذب الناس دي أول ما تدخل وتتفوق على المنافسين. وده التكنيكس اللي احنا بنعرفه مع بعض، يعني ايه وينر برودكت، وايه مواصفات المنتج الرابح، وايه الاسرار اللي بتخلي منتجاتي تبقى في اول صفحة علشان العميل لما يجي يقارن انت تفوز بالصفقة. وطبعا طرق لاستلام الارباح، هنعرف ان في مواقع يعني زي بنوك الكترونية بتستلم لك الارباح وتوصله للاي تي ام بتاعتك. يعني شفت لدرجة ايه؟ طبعا بالدولار ما يعادله بالمصري. اما لو انت عايز الفلوس تنزل لك كحساب دولاري، برضو بقول لك ايه الطريقة. جميل. كون ان انت معايا لحد دلوقتي ده معناه ان انت شخص جاد ومهتم، واقرب شخص انك فعلا تحول الحلم الحقيقة. طب على السريع كده، اللي ما يعرفنيش، انا امال نصحي، بزنس كوتش وحاصله على ام بي اي جامعه القاهره. كنت مديره مبيعات شركه من شركات التكييف العالميه في مصر. عندي 6 كورسات على منصه يوديمي في البيزنس والماركتينج والسمارت بيزنس، وبفضل الله الكورسات بتاعتي من الترشيحات الأولى للمنصة. يعني اللي ما يعرفش يوديمي منصة بترفع عليها الكورسات وبتكسب بالدولار، ودي من أحد الطرق اللي أنا بستخدمها للأرباح والكسب بالدولار. وبقالي 10 سنين بقدم استشارات للستارت اب بيزنس في مجال التسويق والمبيعات، وكمان بنمسك صفحات لإدارة الإعلانات والميديا باير. طب تعالى نشوف مع بعض نتائج احنا قدرنا نحققها مع عملائنا، والحمد لله بفضل الله حاجة تشرح. يعني هنا 103 دولار، 13 دولار، 58 دولار، 22 دولار، هنا 44 دولار، 71 دولار. المهم في الآخر بتجمع رقم محترم جدا. الموضوع يبدو سهل، ولكن السهل الممتنع، وانت فرصتك ذهبية. ان قليلين المنتبهين للموضوع ده، واللي محدش في الوطن العربي بيتكلم عنه. وعلشان كده انا قررت اني افتح الصندوق الاسود زي ما بيقولوا، واعلن الاسرار دي للناس، علشان حرام فرق العملة ده ما يعملش شغل معاك حلو قوي. لان المنتجات، يعني في منتجات احنا مش مهمة بالنسبة لنا، لكن بره مهمة جدا وبيدفعوا فيها ارقام محترمة زي ما انت شايف، وزي ما انت آه، حابب، وكل مجال وليه خطة الأرباح بتاعته. طب تعال نشوف انت في الكورس ده هتتعلم ايه. أول حاجة، أنا بدعوك للاشتراك لكورس أفضل 11 طريقة للكسب بالدولار من بيتك باستعانة بالذكاء الاصطناعي. طب هتتعلم ايه في الكورس ده؟ اول حاجه هنتعلم ازاي نربح من المنتجات الملموسه. ايه هي المنتجات الملموسه؟ زي ما احنا قلنا، اي حاجه ينفع تمسكها بايدك، زي المنتجات، الملابس، الاكسسوارز، الموبايلات، اي حاجه، اي حاجه. العالم واسع. فانا هقول لك ايه الاسرار اللي تاخد بالك منها علشان تنجح في الاي كوميرس. لان الاي كوميرس بيحتاج راس مال كبير، ولكن في تيبس وتريكس هي اللي بتنجحه او بتفشله. فانا بقول لك ايه اللي لازم تعمله في الاي كوميرس عشان تنجح وما تخسرش فلوسك، ومن البدايه كده تبقى فاهم. طب في الدروب شيبنج ده مجال رائع، لان انت ما بتشتغلش بفلوسك، انت اصلا بتجيب البضاعة بالاجل. وهنعرف ازاي ده نعمله. يعني البضاعة قبل ما تدفع فيها جنيه بتكون متباعة وارباحها داخلة في حسابك. ازاي الكلام ده بيحصل؟ وهل في حاجة زي كده؟ الحقيقة في، وفي احلى من كده كمان. كمان هنعرف الافيليت، والافيليت ده من الحاجات الحلوة، ولكن مشكلتها ان هي عايزة تسويق، وعايزة
صرف علشان تقدر تعمل دعاية وتوصل للناس إن أنت بتاخد عمولة. أنا باقول لك بمنتهى الأمانة والصراحة إيه مميزات وإيه عيوب كل حاجة، علشان من البداية تبقى عامل حسابك هل تحب تكمّل في القصة دي وتغامر، والّا تجرّب طريقة تانية، لإن دول 11 طريقة، فأنت الدنيا مفتوحة معاك. كمان الhandmade والhandcraft زي ما إحنا قُلنا، ودي المختلف في الوقت ده إن ده أفضل وقت، حرفيًا أفضل وقت لبيع الهاند ميد، لأن زي ما احنا قلنا برضو إن في موقع عالمي لأول مرة يقبل مصر والإمارات والمغرب. هو ميبي المغرب كان بقالها فترة في المنظومة دي، بس مصر أول مرة يقبلها من شهرين، وده اللي خلاني لازم اتكلم في الموضوع ده، لان الموقع ده جلوبال، يعني كأنك فاتح بوتيك في سيتي ستارز، ايه، في بوتيك عالمي. ايه الميزه ان انا احط منتجاتي في موقع عالمي بيبيع لي المنتجات بتاعتي، او اعملها على صفحه السوشيال ميديا؟ المواقع دي بيدخلها في الشهر من 1,000,000 ل3 مليون شخص، ايه، جاهز يشتري. يعني انت مش بتدور وتحاول تقنعه، لا، هو بيدور على المنتجات دي ومستعد يشتري ومعاه فلوسها، غير لما يبقى انت اللي لسه بتدور على العميل وتحاول تقنعه بالمنتج. واحنا زي ما احنا عارفين الهاند ميد في مصر مش متقدر صح، لكن بره الثقافة مختلفة. ناس كتير بتحب تلبس حاجة هي بس اللي تبقى مميزة فيها، وزي ما احنا شوفنا برضو في المحاضرة ليها زبونها اللي يقدرها صح، وفرق العملة ده هيعمل معاكي أحلى شغل. فدي حاجة ما اتقالتش في أي كورس قبل كده، لأن هي لسه طازة إن هي تنزل مصر. طب الجمال بقى، وإن ده يعني المجال المفضل ليا اللي هو الديجيتال برودكت، اللي هو ايه، المواقع دي عليها كم هائل من اي حاجة ينفع تطبع، زي الكولرنج بيج، برنت اون ديماند، الاي بوك، كل الحاجات دي انت بتصمميها وترفعيها على المواقع دي. هي اي حد بيعجبه التصميم بتاعك بيعمل له داونلود وبيديكي ارباحك. طيب ليه الوقت ده افضل وقت؟ زمان كنتش لا يمكن تطلعي بالجودة بتاعت بره، لا يمكن. وعشان كده ناس كتير كانت بتدخل المجال ده وتفشل، لان طبعا المنتجات اللي الناس التانية عاملاها تحف، لكن تخيلي دلوقتي بالذكاء الاصطناعي تقدري تعملي المنتجات دي كأن عندك خبرة 20 سنة. اللي حضراتكم شايفينه ده ده شغل الطلبة بتوعي في الكورس اللي فات، نفذنا الكلام ده خطوة بخطوة، وطلع إبداع إبداع، كل الكلام ده إبداع. ليه؟ بالذكاء الاصطناعي، بالستايل اللي انت عايزاه، بالالوان اللي انت عايزاها، بتحطي شغلك جنب الناس التانية وانت فخورة بيه، لانه فعلا يقدر ينافس وبقوة. لكن قبل كده كان بيبان الفرق وبيبان الجودة، فعشان كده المنتجات ما كانتش بتتباع. عشان كده بقولك للمرة الألف ده أفضل وقت للكسب بالدولار باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي يا جماعة ده مصباح علاء الدين. كمان بنتكلم على مواقع الفريلانس. مواقع الفريلانس ما زالت مكملة. زي لو انت اللي ما يعرفش موقع الفريلانس، انت عندك مهارة في كتابة المحتوى، عندك مهارة في الايديتنج والمونتاج، مواقع كتيرة جدا هعرفها لك، وازاي ممكن تسجلي عليها، وازاي تعملي بروتوفوليو. لان هو كلمة السر لو انت عاملة بروتوفوليو احترافي، العميل اللي هيبقى محتاج الخدمة بتاعتك هيدخل ويختارك انت. والمواقع الفريلانس مش بس كتيرة وكل يوم بتزيد، لكن كمان المجالات اللي فيها واسعة جدا. انا شخصيا يعني مش كل المجالات دي انا بحبها، ولكن انا هقولك ايه مميزات وعيوب كل حاجة علشان تقدري من الاول تختاري صح. طيب احنا دلوقتي في زمن
الفيديوهات اللي طالعة بشكل صاروخي. اكتر حاجة بتجيب فلوس دلوقتي الفيديوهات اللي انتي بتشوفيها بالذكاء الاصطناعي في ظرف 3 شهور. انا يعني مش قادرة اتخيل الناس ازاي بقى ان هي تجيب فلوس بالارقام دي. بقى سهل جدا جدا ان انت بعرفك ايه المواقع اللي تطلع بيها شغل احترافي زي اللي انت شايفه ده برضو احنا اللي عاملينه بالذكاء الاصطناعي. ازاي يتكلم، ازاي يتحرك، ازاي الكاميرا تتحرك، كل التفاصيل دي هعرفك على اكتر من برنامج علشان تطلع فيديوهات بجودة عالية تقدر ترفعها على اليوتيوب، الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك. عالم واسع. هو نفس الفيديو، و على قد ما تبقى كرييتيف وهنعرف ازاي نجيب افكار ابداعيه كله بالذكاء الاصطناعي علشان تجيب مشاهدات عاليه، والمشاهدات العاليه دي بتتحول لدولارات. مش عايزين نقف على اني بنلاقي ناس، يعني انا مش مع احترامي لكل الناس، ناس جهلة وفاهمة القصة دي وبتقدر تكسب ارقام خيالية من التيك توك. مش لان هي بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، ولو ان في برضو ناس مش متعلمة وعرفت الموضوع ده، لكن في ناس تانية بتطلع بتقول اي كلام وفعلا بتدخل ارقام خيالية، وانت لسه دلوقتي واقف متردد او مش فاهم او ما عندكش الجراءة تاخد الخطوة دي. فبجد حرام جدا، لانك انت تستاهل. انت تعبت في الدراسة وتعبت في مذاكرة واتعلمت، ما تجيش عند اهم خطوة وتروح ايه سايبها. اوكي. طيب بس كده لا، في فوائد تانية هتاخدها باشتراكك في الكورس. ازاي تستفيد من الذكاء الاصطناعي في كل الاحوال، يعني في اختيار المنتج، في تنفيذ المنتج، في الاستراتيجيات لبيع المنتج. الذكاء الاصطناعي مش هو بس شات جي بي تي، لا، الذكاء الاصطناعي حاجات كتير جدا هنعرفها بالتفصيل، ولكن علشان تاخد منه احسن شغل لازم تكون فاهم ازاي تديله برومبت صح. انا بعلمك تمبلت جاهزة تاخدها علشان تطلع افضل نتائج، سواء بقى whatever اللي انت محتاجه فيه، في التجارة الإلكترونية، في الديجيتال برودكت، في الفيديوز، أو في عمل كورسات. يعني احنا عدينا كده على شوية اكزامبل، لأني مش هقدر في المحاضرة دي أقولك إيه هم ال11 طريقة. أنا بقولك عناوين كبيرة بس، لكن الكورس فيه أكتر من كده بكتير. ايه افضل مواقع لبيع المنتجات دي سواء كانت ملموسة او غير ملموسة؟ لان في مواقع بتبقى لازم تدفع لها، بس انا هقولك على اسرار مواقع ما تدفع لهاش اي حاجة وبرضو بتبيع بارقام حلوة جدا. احلى حاجة في القصة ان انا بديك استراتيجية ازاي تكسب او تحصل على اول $100 في اول 30 يوم فقط. يعني انت لو التزمت بالخطة اللي انا حطها لك في الكورس، فعلا $100 دي، وزي ما احنا شفنا ناس محققة اكتر من كده بكتير. بس انا عايزة اكون الوعد بتاعي صادق لحد مش عارف يشتغل وامكانياته يعني بالزق كده، وحد عارف يشتغل وينطلق. واهم حاجة يا جماعة الاصرار، وان الشغل يبقى كل يوم. كمان هتاخد معايا ماركتنج بلان استراتيجي. يعني اي كورس تاني بيديك طريقة واحدة ويقولك سلام عليكم، انا بديك 11 طريقة بلس كورس تسويق. يعني انت مش هتحتاج تاخد كورسات تاني خالص، انت معاك الطريقة اللي هتعمل بيها، ومعاك كمان الطريقة اللي هتسوق بيها. واهم حاجة واحلى حاجة بقى ازاي نحقق باسيف انكم. يعني ايه باسيف انكم؟ يعني فلوس تدخل لحسابك حتى وانت نايم. الخلاصة، لو انتي ست بيت وعايزة تشتغلي شغل محترم من غير بقى بهدلة المواصلات، من غير ما تصرفي نص الفلوس في المواصلات، من غير ما انتي طاقتك اصلا محدودة وضايعة مع الولاد والتنظيف، فساعتين في اليوم كافيين ان هم يدخلولك دخل محترم احسن من اي واحدة بتشتغل كل يوم من الساعة 8 للساعة 5. او لو انت موظف ويا حرام مسحول في اقساط المدارس ونفسك تعيش حياة كريمة، انك
ما ينفعش عمرك كله يضيع في هكمل الشهر ازاي. برضو ساعتين وانت بتشرب القهوة بعد الظهر كفيلة ان هي تدخلك دخل محترم. يعني لو انت كوتش او جرافيك ديزاينر او رايتر او فوتوغرافيك او انتربرينور او مترجم، لازم هتلاقي طريقة او اتنين تكسب بيها بالدولار في الكورس ده، لانه مفيش كورس عامل الباكج دي ولا حاطط 11 طريقة في كورس واحد. طيب، في ناس كتير مشكلتها ان هي الكلام حلو يا امال بس انا باجي في التكنولوجيا وهنج. حتى دي مش هنسيبلك فرصة. احنا عاملين وركشوب للناس اللي مش بتعرف تشتغل في تطبق الكلام ده عملي ستيب باي ستيب. ايه المواقع اللي هتنفذي عليها المنتجات الرقمية. انا الكورس الوركشوب دي للمنتجات الرقمية فقط. اوكي، ايه الشغل اللي هتنفذي عليه، ايه المواقع اللي هتنفذي عليها الشغل، ايه المواقع اللي هترفعي عليها الشغل، ازاي تستلمي ارباحك، ستيب باي ستيب ازاي تطلعي منتجات بيرفكت. الوركشوب دي مدتها 3 ساعات، هتبقى يوم 24 الشهر ده بإذن الله. لو انتي مهتمة احجزي دلوقتي فورا بعد المحاضرة عشان في خصم رائع. الوركشوب دي 650 بدل 950 للناس اللي فعلا عندها الموهبة وعندها ونفسها فعلا تشتغل بس لسه التكنولوجيا مهنجة معاه. فدي هيبقى خيار ممتاز ليكي. اما لو انت حابب تاخد الكورس كامل بقى وتحتفظ بيه مدى الحياة، فالكورس قيمته حوالي $100 او 5000 جنيه مصري لفترة محدودة. يعني لأول 10 فقط الكورس هيبقى عليه خصم 4000 جنيه. يعني الكورس هيبقى 999 جنيه فقط لا غير. أي حد النهاردة في ظرف يومين بي يعني بيصرف ل1000 جنيه دي. انت يومك الواحد بيكلف من 450 جنيه ل500 جنيه اكل وشرب فقط. واللي بيقول غير كده يجي يورينا هو بيعملها ازاي. اوكي، فيعني الكورس عليه خصم رهيب والفترة محدودة. هي دي الجسر اللي هتخليك ما تقعدش تفكر كل حاجة بكام وهجيبها ازاي، لكن هتخليك فعلا تقدر تدخل الفلوس اللي انت عايزها حتى وانت نايم. طب العرض ده لأول 10 بس برضو، ولو انت عايز تحجز رقم موجود على الشاشة. وفي مفاجأة كبرى لأول 5 الناس اللي جادة ومتحمسة، أنا برحب بيها بمنتهى الحب وببقى عايزة أقدم لها أفضل حاجة، فبقدم لها استشارة مجانية قيمتها 1200 جنيه مجانا تماما لأي حد عايز يعني يعرف عنده مشكلة معينة في التسويق، عنده مشكلة معينة في إنتاج المنتجات، أيا كان إيه مشكلتك، فأنا برحب بيك في البيزنس أو في التسويق. فالاستشارة دي هتاخدها مجانية تماما لأول 5 هيحجزوا بعد ما يسمعوا المحاضرة دي للآخر. أما لو انتي عايزة تستفيدي بالاتنين الوركشوب والكورس تحتفظي بيه مدى الحياة، هيبقى تاخدي أكبر استفادة من إن انتي تحجزي في الاتنين. فهيبقى الحساب 1400 جنيه. فرصة ذهبية. الأرقام دي قليلة جدا جدا مقابل الفايدة اللي هتحصلي عليها والتغيير اللي هيحصل في حياتك. فالقرار قرارك، يا إما تغيري حياتك يا إما تفضلي زي ما انتي بتعافري علشان تلاقي وظيفة قد تقبلك أو ما تقبلكيش، ولو قبلتك يعني ما حدش عارف موعدها تبقى ايه. ولكن الحياة فرص، ودي افضل فرصة علشان تقدري تدخلي دخل دولاري اكتر من اي وقت فات قبل كده. يعني لو انت قلتيلي من سنة كنت هقولك مش احسن حاجة، لان ما كانش لسه الذكاء الاصطناعي بالقوة دي وبالسرعة دي وبالكفاءة دي. اتمنى ان انت تكوني
السكسس ستوري القادمة، وأتمنى إن أنت تاخد القرار الصح وتغير حياتك للأبد. أشوفكم في الكورس وإلى اللقاء.